انا المونوكير. انا مش مجرد لون حلو بيتحط على الضوافر، انا طبقة بلاستيك مقفولة بالشمع الاحمر وبمنع وصول المية لضوافرك. يعني كده وضوءك غلط. حتى لو شفاف انا برضو عازل وبمنع وصول المية. وحتى لو غالي ونوع نضيف برضو نفس المشكلة. ما ينفعش تحطيني وقت الصلاة، عايزة تحطيني يبقى ايام العذر بس يا جميلة. الحقوني يا جماعة، أنا البرفان وأنا مش مبسوط. يا ناس، هو انتوا ليه بترشوني على الجسم كله كأني شاور؟ يا حبيبي انت بتعطر نفسك مش بتعطر كوكب الأرض. يعني هم رشتين كفاية. كمان أنا بتحط في أماكن معينة، يعني ورا الودان أو على الرقبة أو على معصم الإيد، عشان دي أماكن نبض وبتخليني أثبت أكتر. وعايز اقول حاجه للبنات، انا بحبكم بس لا لما اقول الحقيقه. ما ينفعش تحطيني وانت نازله بره عشان ريحتي ملفته، لكن تقدري تحطيني في البيت لنفسك مثلا او لجوزك، انما بره لا. وانا يا جماعه مزيل عرق مش معجزه عشان تحطوني بالتلات ايام وعايزين مني اشيل ريحه العرق. يا ناس انا بشتغل 12 ساعه او 24 ساعه وبعد كده لازم تحطوني مره تاني عشان يبقى لي مفعول. كمان هو مين اللي قالكوا اني بتحط على العرق؟ يا بشر قبل ما تحطوني لازم تغسلوا وتنضفوا المكان كويس وبعد كده تحطوني. والحاجة بقى اللي بتقهرني الناس اللي بتحطني بكميات غريبة. يا حبيبي انت مش بتدهن حيطة، خليك حنين وحطني بكمية معقولة، لانك لو كترت مني هقفلك المسام وجلدك هيهيج وهيبوظ، فاسمع الكلام احسن لك. أنا بقى رمانة، بقرا كل تعليقاتكم وبفرح بيها قوي. استنوني كل يومين في فيديو جديد. سلام.